حسيت بيا ربي خدد لي مقلك وانا حسيت بيا ربي خدد لي مقلك وانا قلت خلي الكرمامي من الولات خريبان خربت قلك نخوشه وزيرا بملي بمرايخ مكتكتين اصبالي فابد مبالم ازيرا بمكمراش بشتاق وبشكين بحس بقش خليل بك مناله بازلت وبشكين بكما هدى مزماره بسكيت ومبرك مزرش ما سرجابك ما توب سرها بزاره قش خليل بيني بسوار بك بيتك يتاله هبلي امن الشام بلادنا مصماني عند بيته خوارنا بكسمام وكل مامي منكن دلي نبيش سوارك كرده جندي بكار وبارنا مائنا 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 دل باش وقج خلي الكرمامي وخلمين مدلول دنياي نفسك هقني وستي حفسد بيانا بخدرام قالوا لك بكر ما بخدك قالوا لك زين نشاني باسك اسطنبول مودني بكاربانا دلك داري دار برودين بمشاري ببرم ببرد قرتاني بالمستر قالوا لك خلي كرمامي خداين من ماي مالي بهم كرمامي من حبسانا كت يسر دستوري رومية بالتركي بورنا فندم قالوا جدرنا مائنا 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 دل باش وقج خلي الكرمامي وخلمين من الولد دنياي مساء الخير. باسمي وباسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
أرحب فيكم. أتمنى تكون حلقة ممتعة اليوم مع ضيفنا الكريم دكتور صلاح الدين حدو. راح نتكلم اليوم باللغة العربية، الحلقة باللغة العربية. طبعا راح نحكي بالعامي والفصحى بنفس الوقت. اللغة العربية هي اللغة الثانية لكرد سوريا إلى جانب لغتهم الأم اللغة الكردية. حبينا اليوم تكون الحلقة باللغة العربية لأنه كاتبنا وطبيبنا وسياسينا دكتور صلاح الدو كاتب ديوانين شعر باللغة العربية، فمشان هيك حابين يكون اللقاء باللغة العربية لحتى يقرأ لنا بعض أشعاره. بتمنى منكم مشاهدين الكرام أنه نرحب معا بالضيف الكريم دكتور صلاح. مرحبا، مساء الخير. يسعد اوقاتك استاذنا الكبير عبد الباقي، مساء الخير عليك ومساء الخير لمشاهدينا الكرام. الله يخليك. بدنا نحكي شامي ولا حلبي؟ والله ليك يعني هي تشكيله، لاني انا مواليد الشام وعشت باللاذقيه ورحت على حمص، عشت بحمص وبعدين درست في حلب، فانا اتقن كل اللهجات السوريه. انت كوكتيل سوري بكل لهجاته. وعشت في كردستان العراق، لذلك تعرفت عن قرب على اللهجه العراقيه كمان. تمام. والمهم راح نعطي مجال كمان للمشاهدين الاعزاء انه يعلقوا اي يكون عندهم اي تعليق او يسالوا ضمن الامكانيات المتاحه، اسئله خاصه تكون للدكتور في مجال اللي بدنا نحكي فيه، سواء كان ادب ولا سياسه ولا حاله اجتماعيه. طبعا راح نركز كثير على ديوانه الشعري اللي بعنوان قصه وطن من عفرين الى خانقين. راح يكون اكثر الاسئله بهالناحيه، الناحيه الادبيه. طبعا راح نتطرق كمان للناحيه السياسيه في اي مجال اشتغل، وبنفس الوقت راح نعرج على المهنه اللي كطبيب اسنان، انه شو كان عم يشتغل وبعده عم يشتغل ولا لا. طبعا قبل ما ابدا الاسئله دكتورنا العزيز راح احكي شوي عن سيرتك الذاتيه للمشاهدين الاعزاء لحتى يتعرفوا عليك اكثر. طبعا السيره نبذه خاصه عن دكتور صلاح الدين حدو. هو من مواليد دمشق 1964، لكن الاصل من عفرين، من مدينه شكاتو، مدينه عفرين المحتله من قبل الترك او الاتراك تركيا. طبعا دكتور صلاح تنقل بسبب وظيفه والده بين دمشق واللاذقيه وحمص مثل ما ذكرت قبل شوي، مما انعكس على اكتسابه ملكه اللغه العربيه باقتدار واطلاع على ثقافات مختلفه في سوريا، والتي انعكست آثارها لاحقا سياسيا وأدبيا واجتماعيا. طبعا درس في جامعة حلب كلية طب الأسنان مثل ما ذكرنا، هو طبيب أسنان. في المجال السياسي اعتقل عدة مرات، كان لاعتقاله من قبل المخابرات العسكرية وهو طالب ثانوي التأثير الأكبر على اكتسابه الجرأة في العمل السياسي وانحيازه للدفاع عن حقوق الشعب الكردي. اعتقل المرة الثانية عام 2004. طبعا تعرض لمحاولة اغتيال من قبل النظام البعثي في سوريا عام 2007، وطبعا نتيجة نضاله الكردية القومية. استشهد على أثر المحاولة ابنته الصغيرة جينا، ودخلت عائلته كلها العناية المشددة. دكتور في الناحية الأدبية كتب مثل ما حكينا ديوان شعري، هو ديوانين دمجهم في ديوان واحد بعنوان قصة وطن من عفرين إلى خانقين، طبع في مدينة دهوك في كردستان العراق 2016. وله كتاب آخر سياسي قيد الإنجاز أو الإنهاء، أتصور بدنا نحكي عنه، نتوقف عن الكتاب الثاني كمان قليلا. مثل ما حكى الدكتور قبل شوي كمان انتقل للعيش في كردستان العراق مسير صلاح الدين بين أعوام 2012 و 2017. اليوم هو مقيم في النرويج، نحن جيران بعض. المفروض كنت استضيفك دكتور عندي بالبيت ونعمل لقاء مباشر مثل استوديو، لكن مرة الجاي إن شاء الله. هو مقيم في النرويج من سنة تقريبا، وطبعا هو عضو في الاتحاد العام للكتاب الصحفيين الكرد في سوريا. كان يمثل الاتحاد العام في هولير كردستان العراق.
رح نكتفي بهالقدر من السيرة الذاتية دكتور، مشان نحن حابين نسمع منك بشكل مباشر والمشاهدين يسمعوا منك السيرة الذاتية. إذا عندك تفاصيل أخرى في حياتك سواء كانت الأدبية والسياسية والاجتماعية رح نعرج عليهم كلهم. خلينا نبلش الأسئلة دكتور، إذا حابب تحكي كلمة قبل ما أسألك السؤال الأول. لا تفضل صديقي. نبلش بالأدب، وهو موضوع حلقتنا حقيقة. أنا حابب يكون الجانب الأدبي هو المسيطر بشكل عام، ونحكي بتفاصيل أكثر عن مجموعتك الشعرية اللي دامج أنت ديوانين في ديوان واحد، رح نحكي عليه أكثر شيء، بعدين نعرج على المجال السياسي والثقافي والاجتماعي. بدايات الأدب عندك دكتور، الهدف شو كان هدف من اهتمامك بالأدب؟ ليش الشعر دون غيره من المجالات الأدبية؟ يعني هل دكاترة يعني يستسهلوا الشعر ويكتبوا الشعر إنه مجرد هواية وكذا، وبعدين تطلع عندهم إبداعات حلوة مثل إبداعك اللي بين يدينا؟ تفضل. يسعد أوقاتك صديقي العزيز، وتحية لكل المشاهدين، وتحية من القلب لاتحادنا الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا على دوره الريادي، ليس فقط اليوم ولكن له دور ريادي طوال الأحداث الأليمة والأحداث المهمة التي مرت على كردستان سوريا. الحقيقة أنا مثل أي إنسان كردي في سوريا، وخاصة إني من مواليد العاصمة وبعدين رحت علادية، فلم أكن أخشى السلطة أو الشرطة كما كان يخشاها أهل القرية عندما كنت أذهب لأزور قريتي في عفرين. فعندما كان تأتي سيارة بوليس كان يصير مثل استنفار وأغلب الرجالات يهربوا، فكنت أنا أستغرب ذلك الشيء. والوالد كان حريص جدا أنه يبعثنا من لما كنت في الصف الثالث والرابع والخامس والسادس. في هذا العمر كنت أنا وإخوتي الشباب يعني دائما يرسلنا إلى القرية لقضاء الثلاث أشهر في الصيف حتى نتمكن من تعلم اللغة الكردية ومن نتمكن من مخارج حروفها. وهذا الفضل الأكبر لوالدي في توجهي الكردستاني. والدي رحمه الله كان شخص كردستاني بامتياز، كان صديق الشاعر جيجرخوين، وكان صديق عثمان صبري، وبيتنا كان مستودع للحركة الكردستانية لأنه كان بعيد عن الشكوك. فوالدي كان يخدم في الجيش، وابن عائلة عريقة، وابن شيخ عشيرة، فكان بيتنا بعيد عن الشكوك. لذلك كان بيتنا مكان ثقة للنخبة في قيادة الحركة الكردية، إن كان في دمشق في البداية، ثم في اللاذقية قليلا، ثم في حمص كثيرا، لأن حمص كانت على حدود لبنان قريبة. فكل التهريب المطبوعات كانت تأتي إلى بيتنا، وأنا كأي طفل مشاكس وأي طفل فضولي كنت أبحث على الطيفة محل ما كان الوالد يخبي المطبوعات ويزت عليهم شغلات قديمة. فأنا كنت أعرف إنه جاي شيء جديد، فكنت أبحث وأرى اسم جيجرخوين وأسماء أخرى وكلمة كردستان. هذا الكلام في عمر 9 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة. الحقيقة هذا الشيء فجر عندي سؤال كبير، إنه ماذا تعني كردستان؟ يعني لماذا نخاف من ذكر كلمة كردستان؟ لماذا كتب مكتوب عليها كردستان يجب أن تخبأ، ويجب أن تأتي سيارات خاصة وأشخاص خاصين ليأخذوها؟ هذا السؤال الحقيقة. لو سمحت دكتور صلاح، بدنا نجي على الموضوع السياسي بعدين لاحقا. كنت حابب اسمع منك بدايات الكتابة بالشعر والأدب. يعني إذا قدمت فأتمنى تدخل الموضوع. نعم أنا أعتذر. دائما الواحد منا بيسترسل، خاصة لما بيتذكر طفولته. الحقيقة جاي على المجال السياسي لك يعني تتوسع فيه مثل ما بدك. هذه الشغلات خلتني أكون يعني أقرأ كثيرا.
فكنت دودة كتب. كان الوالد يستغرب أحيانا في على صلاة الصبح وأنا ما أزال أقرأ. قرأت كثيرا جدا، وكانت في تلك الوقت يستهويني جريدة الهدف، مجلة الهدف والحرية الفلسطينيين، كنا نشتريها ب7 فرنجات بس مشان كنا نشوف كلمة كردستان في قصيدة أحد الكتاب، وأحيانا لم تكن القصيدة توافي الشروط الموضوعية للقصيدة، ولكن كنا نشتريها فقط من أجل كلمة كردستان. الحقيقة هي كانت البدايات يعني اللي خلتني أتعمق زيادة في اللغة العربية، يعني لدرجة أنه الأستاذ اللغة العربية في مرة كنت أخذ أعلى علامة في اللغة العربية في الصف العاشر، فهو كان يعرف والدي، فقال للصف: كيف تسمحون لهذا الكردي أن يأخذ أعلى علامة في اللغة العربية؟ الحقيقة الزلمة كان يمزح، ولكن هذه الكلمة كانت محورياتي وأحد الكلمات التي غيرت منحى حياتي، بأن الكردي يجب أن يكون مجتهدا جدا، وعليها بنيت حياتي بأن أكون طالبا مجدا. ثم دخلت الجامعة، وفي الجامعة تعرف مرحلة تفتح العواطف ومرحلة الشباب، فعشقت طالبة كانت من الساحل العلوية، هي التي فتحت أبواب الشعر. فتحت جروحك مثلا. نعم، هذه أول قصيدة كتبتها في حياتي كانت لها، ونشرت في جريدة صدى الجامعة، وبعدين أرسلت رسالة لوالدي أنني أعشق طالبة كذا. مجرد أنه لم يجاوب على رسالتي ولم يفتح معي الموضوع مرة ثانية، أيقنت أن جوابه سلبي، فنسيت الموضوع، رغم أنني حقيقة وخاصة بعد تفتح الوعي السياسي نسيت موضوع هذه العشق الأول، لأن تفتح موضوع قومي. تتذكر شي مقطع من القصيدة اللي كتبتها في عشق الفتاة العلوية؟ والله موجودة هي بالديوان، بعدين ما في مشكلة. الحقيقة لو ما خطر لي بصراحة يعني، ولا كان حضرتها، وأعتقد الكتاب الدفتر ذلك في مكان آخر ليس عندي. يلا بسيطة. نعم. هاي كان بداياتك يعني يوم كتبت أول قصيدة شعر وهيك تفتح عندك ملكة الشعر وصرت عم تكتب شعر؟ نعم، الحقيقة أنه من أول ما دخلت الجامعة كان عندي هوس شديد بحضور الندوات الشعرية والقراءة كثيرا جدا، مثل أي شاب كردي في تلك السنوات، لمحمود قباني، لنزار قباني، لمحمود معيني بسيسو. الحقيقة هذول كنت أقرأ لهم بشكل كبير جدا، وكان يستهويني في المطلق نزار قباني ومحمود درويش والشاعر الكردي شيركو بيكس. يعني هذول ترجمات. نعم، ترجمات شيركو بيكس، ولكن شيركو بيكس كتب بالعربية أيضا، يعني هو كتب في الكردية القرآنية، ولكن في الآخر علمت أن كثير من الدواوين مثل ديوان المرآة على ما أعتقد، المرايا أو المرآة، كتب اللغة العربية شيركو بيكس ولم يترجم. شيركو كان متمكنا جدا، وكان شاعرا كرديا بامتياز، وخاصة ما زلت أذكر مقاطع من قصيدة وعد إذا استطعت أن تعد حبات الرمال على شاطئ طويل، وعد إذا استطعت أن تعد الأوراق المتساقطة في فصل الخريف، وعد كثير النجوم في السماء، فعندها فقط تستطيع أن تعد عدد ضحايا وطني كردستان. الحقيقة هذه من القصائد التي أثرت بي كثيرا جدا، لدرجة أنني حتى في خدمة العلم كان معي الديوان هذا وصودر مني مع عقوبة السجن. نعم دكتور، من ضمن الأسئلة كان في سؤال نحن حاطينه بالمرتبة الثامنة يمكن، بس الأخ ديكو كاتب على الشاشة لماذا الكتابة بالعربية لا بالكردية؟ طالما كان عندك هالهم القومي وكان في جو
أنت عايش في جو قومي، كل اللي حواليك عم يحكوا كردستان، جقرخوين، أشعار، برزاني، فليش ما استهواك تكتب باللغة الكردية؟ يعني هل اللغة العربية كانت طاغية عندك مشان هيك يعني حاولت تكتب بالعربية أكثر من الكردية؟ الحقيقة أستاذي الكريم، يعني أولا كون أني ولدت في المدن العربية وعشت في المدن العربية، فكانت عربيتي قوية جدا. بالإضافة أنه جنابك أدرى أنه كان تعليم اللغة الكردية شيء ممنوع. يعني أنا أذكر عدد من الأصدقاء الذين كانوا يعلمون اللغة الكردية في حلب وعفرين اعتقلوا لمدة لا تقل عن سنتين، يعني من 6 أشهر لسنتين. وأنا كنت صحيح. في المدن العربية، والعدد الأكراد المثقفين يعني قليل، لذلك أنا تعلمت اللغة الكردية عندما أتيت إلى جامعة حلب لأدرس. فبيئة حلب كان فيها عدد كبير من الكرد ومنهم الاختصاصيين في تعليم اللغة. أما قبلها للحقيقة أنا لم أكن أعرف الكتب الكردية، ما عدا كنت أرى الكتب أحيانا عندما تأتي إلى بيتنا، ولم أكن أفهم ما كانت تعني. إلا أن هناك شخص عندما حصلت على البكالوريا بدرجة امتياز، ذلك الشخص كان يخدم العلم في حمص عند والدي، وكان سعيدا جدا بحصولي على شهادة البكالوريا بامتياز، فجاء ليهنئني وكتب لي عدد من الكلمات باللغة الكردية، فحفظتها من اليوم الأول. وسمعت أن ذلك الشخص توفي، كان اسمه دلسوز على ما أعتقد. دلسوز كان أيضا شاعرا ومهتما، هذه معرفتي به، ويعتبر أول شخص كتب لي عبارات كردية ذلك الشخص رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. دكتور، ذكرت أنت شيرغو بيكاس ومحمود درويش ونزار قباني، يعني هدول إن الشعراء اللي تأثرت فيهم وحاولت تكتب الشعر بأسلوبا، أما عندك أسلوب مغاير، يعني عندك أسلوب خاص بس تعمدت إنه أو استفدت من تجربتهم، الشعر الحر أو الشعر الجديد أو الشعر الحديث؟ أستاذي الكريم وصديقي العزيز، الحقيقة يعني أنا راح أقول لك كلمة. أنا لم أنظر لنفسي كشاعر يوما من الأيام. أنا كنت ما زلت هاويا. أنا تواضع عندك ديوانين شعر. طيب الله يبارك فيك. لا، أنا أتكلم الحقيقة أستاذي الكريم، يعني أنا لم أنظر لنفسي يوما كشاعر، ولكن استهوتني القضية الكردية، استهوتني العواطف مثل أي شاب في ذلك العمر. ولكن يعني أعتبر أن معلمي أو الأساسيين أو مدرستي التعليم لدي في الشعر كانت محمود درويش ونزار قباني في الطرف الأيمن، وشيركو بيكاس في الطرف الأيسر، لأنه شيركو بيكاس أثر في داخل قلبي حقيقة، لأنه كان يخاطب الأحاسيس الشعرية والموسيقى وخلاجات القلب التي أمتلكها، لأنه كان يتقن تلك اللغة، وأنا استفدت منها كثيرا. قرأت لكثير من الشعراء العالميين والعرب، ولكن عند هؤلاء الثلاثة أقف باحترام زائد كأنهم معلميني الأوائل. نعم. للمعلومة فقط دكتور، يعني الله يرحمه طبعا، كان عندي صديق اسمه صلاح برواري، هو كان صهر عفرين، هو الأصل من بروارة، من أكراد العراق، كردستان العراق. هو اللي ترجم أشعار شيرغو بيكاس، مجموعتين شعريتين، ولأنه كان متمكن جدا من اللغتين الكردية والعربية فكانت المجموعتين ناجحات. وحقيقة يعني عكس شعر شيرغو بيكاس إلى العربية بأدق تفاصيلها. أنا فقط للمعلومة كانت. دكتور، رح نجي هلا لكتابك قصة وطن من عفرين إلى خانقين. الحقيقة أنا هيك لفت نظري 3 نقاط أساسية في الكتاب، رح أقرأ لك إياهم
وأتمنى تجاوب عليهم وحدة وحدة. مكتوب أنت على غلاف الكتاب الديوان الثاني والأول، يعني ليش هالتعبير؟ ليش مو الديوان الأول والثاني، الديوان الثاني والأول؟ يعني هيك لفت نظري كثير إنه شو القصد من هالعبارة؟ إذا بدك تجاوب عليها في بعدين عندي كمان، خليني أكمل السؤال. ثاني عندك كم ولا أنتظرك؟ لا تفضل فيك تجاوب، خلينا هيك شوي تفضل. الحقيقة العنوان لم يأتي عن سدى. أول من شجعني وجمع قصائدي الشعرية كان الأستاذ مروان بركات في عفرين، الشاعر والكاتب الكبير مروان بركات، له من القلب، وهو ما زال في ريف عفرين يناضل حقيقة. هو الشخص الأول، لأن كنا نتقابل في العيادة وأحيانا نذهب نتناقش أدبيا، وكان غزير الإنتاج في أكثر من منحى. فكان يقول لي لماذا لا تجمع أشعارك؟ كنت أقول له يا أخي أنا زلمة كسلان بصراحة، يعني وما عندي الخبرة الأدبية في جمع الشعر. فتطوع السيد مروان بركات وجمع ديواني الأول كاملا ووضعناه على الفلاشة. عندما خرجت من عفرين خبأته جيدا ودخلت كردستان، وبعدها لا أعرف في أي مكان تم سرقته أو لطشه، لا أعرف. تعرضت لسرقة في ديار بكر من طرف أعتقد الاستخبارات كانت، لأنه كانت بالسيارة. ففقدت معظم الديوان الأول، لذلك كتبت الديوان الثاني لأنه كان تحتي في كردستان كتبته، وبقايا ما استطعت أن أجمعه عبر الأستاذ شكري برواري، كان مدير موقع كراجي حكومة إقليم كردستان من 2005، لأنه الكثير من إنتاجي الأدبي ومقالاتي السياسية كنت أنشرها في ذلك الموقع. فمشكورا الأستاذ شكري برواري تطوع يوما وفرغ نفسه ليجمع لي إنتاجي منذ عام 2005 إلى 2014-15 في موقع حكومة إقليم كردستان. له مني ألف تحية الدكتور شكري برواري، من المناضلين الحقيقيين ومن الأشخاص الكبار والعمالقة في النضال الكردستاني. ترك فرنسا ليكون طبيب البيشمركة في 2014 عندما حصل تقدم لإرهاب داعش. الحقيقة شخص كردواري وجميل جدا، له مني ألف تحية. فما جمعته في الديوان الأول للحقيقة لم يكن كامل الديوان الأول، لأنه للأسف السيد مروان بركات أيضا اتصلت معه قبل طباعة الديوان، فقال لي أن المجموعة كانت على لابتوبه ولابتوبه تعرض لخلل فني وللأسف لم يعد يفتح مرة ثانية، فخسرت معظم الكتابات الديوان الأول. أما الديوان الثاني فكان تحت يدي، فأسميته الديوان الثاني لأنه الكامل والأصلي، وأما الديوان الأول فما استطعت أن أجمعه في الديوان من الديوان الأول. هذه كانت سبب تسمية يا صديقي. لأنه أنا كمان صفحت حقيقة، ما قرأت الكتاب بشكل كامل، صفحته شفت الديوان الأول مكتوب عليه عفرين، فأنا تصورت أنه عندك أنت يعني حبك لمنطقتك عفرين، حبيت يكون الديوان الأول باسم عفرين بالرغم من تأخر الحدث فيه، وحاولت تسميه هو الكتاب الأول أو الديوان الأول، والقصائد اللي أنت كتبتها على مر السنوات الماضية سميت الديوان الثاني، فكتبت الديوان الثاني زائد الديوان الأول اللي هو ديوان عفرين. في شيء من الحكي؟ أنا الديوان الأول كنت أطلق عليه تسمية عفرين بين أوراق الزمن، يعني منذ البدايات عندما كنت أقول ذلك. الحقيقة أنا قصدت فيه يعني حتى في ناحية المشاعر، لأنه كان مثل أي شاب فيها النمط الرومانسي، ولكن النمط الأكثر الطاغي كان النمط آلام ووائع.
الشعب الكردي والمآسي ورثاء الشهداء وتعظيم الشهيد. زلت إلى اليوم أقدس الشهيد الكردستاني، أقدس كل شهداء العالم، ولكن أقدس الشهيد الكردستاني مع خلاف انتمائه لأي حزب كان. لدي الشهيد الكردستاني له هوية واحدة، هي الهوية الكردستانية، وهو مكان، وهو الذي يستحق، وهو الوحيد الذي يستحق القداسة لدي، وأعتقد عند الشعب الكردستاني عامة. فأنا لم أفرق يوما بين شهداء كردستان. نعم. نعم، الطبيعي هذا يعني عم نتلمسه من خلال كم من الصور الموجودة في ضمن الديوانين. بدي أسألك إنه ليش هالكم الكبير من الصور؟ ثانيا أنت ما شاء الله عليك ما مخلي قلب حدا، يعني كل واحد جايب حاطط صورته بالديوان، يعني حتى من الأحزاب المختلفة، من الزعماء المختلفين. حتى أنا شفت صورة الصحفي الأرمني اللي اغتيل في اسطنبول، حتى صورته موجودة بالديوان. شو قصة هالصور دكتور؟ هرام دينك الحقيقة عندما اغتيل هرام دينك كان مسلسل متمم لاغتيال موسى عنتر، آبي موسى عنتر، ومتمم لاغتيال وداد أيدن الذي آلمني كثيرا. اغتيال وداد أيدن بشكل وحشي في ديار بكر منذ 20 عاما أو أكثر أعتقد. وكان هرام دينك آخر الصحفيين الذين اغتيلوا في تلك الفترة، وخرج الأكراد يومها في اسطنبول في جنازة هرام دينك حوالي 100,000. لا يوجد 100,000 أرمني في تركيا، أغلبهم كان من الكرد، فقالوا كلنا هرام، كلنا كردستان، واعتقل الكثير منهم. الحقيقة يعني آلمني كثيرا اغتيال هؤلاء العمالقة. آبي موسى عنتر كنت تعرفت عليه شخصيا مع الأخ عبد الرحمن دراك، كلاهما كان من الكتاب الكرد من المدرسة الكردستانية القديمة الذين لم يدرسوا في مدارس التركية، درسوا في المدارس الكردية كما كان يقول لي عبد الرحمن دراك. هنا تريدني لقطة جميلة عندما زاروني في حلب 1991-92، فكنت أكتب باسم مستعار دكتور آريان. هي الفترة الوحيدة بعد الحياة الجامعية بقليل أو في الحياة الجامعية كنت أكتب باسم مستعار هو دكتور آريان. فقلت لهم أن أكتب بهذا الاسم، فأخذوا عنواني كذا، ومن ضمن المزاح أو ما حصل كالنكتة أنهم أرسلوا لي جريدة ولات حوالي 70 عدد بالبريد الرسمي، ومسجل اسمي الدكتور صلاح الدين حدو لأنه وقتها كنت متخرج، وحاطين بين قوسين دكتور آريان. فحتى يتعلم حتى يعني سرك. نعم، الحقيقة هذه من النقاط التي كلما ذكرتها أبتسم من وقعها علي. فعندما اتصل معي البريد لكي أستلم، ذهبت بشكل وأنا خائف عندما أظهر 70 جريدة ولات في تلك يمكن أزادية ولات. فلا أعرف لا أعرف وقتها لم يعتقلني الأمن وأنا ما زلت مستغرب يعني. نعم سيدي. لأنه يمكن ما فهموا شو نمط الجريدة، لأنه جاي من تركيا فكروا شيء لغة تركية. نعم. دكتور، بدنا كمان سؤال أخير عن مجموعتك. طبعا قبل ما ننسى، المجموعة هي من تصميم الفنان العزيز عناية ديكو، فمشان ما ناكل حقه يعني مفروض نذكر الأمر كمان. طبعا مقدمة الكتاب كاتبه كمان صديقنا العزيز إبراهيم اليوسف، الشاعر والكاتب والروائي إبراهيم اليوسف. رح أقرأ هيك مقطع صغير شو كاتب إبراهيم عن الديوان، عن مجموعتك الشعرية، ومشان هيك كمان نسأل سؤال عن خصوص ما كتبه.
كاتب: نصوص صديقي دكتور صلاح الدين حدو تحمل الكثير من رائحة ألمه الاستثنائي، سواء كان في لحظة مواجهته آلة الاستبداد وخسارته بفلذة كبده طفلته جينا شهيدة الطفولة الكردية، أو من خلال الخط البياني لاغترابه. دكتور، أنت ذاكر مدينتين يعني عفرين وخانقين، يعني شو في وقع معين لهلو المدينتين عندك، أم في رابط معين بيناتهم، أم هي المسافة بين عفرين وخانقين تحكي قصة حياة دكتور صلاح الدين حدو؟ تفضل. الحقيقة أستاذي الكريم، خانقين لها وقع خاص في نفس أي كردي، لأنها بلد الشهيدة الكردستانية التي أعدمت بسبب ولائها ونشاطها الكردستاني ليلى قاسم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية خانقين تعتبر الحد الشرقي الجنوبي من كردستان، تبعد 40 كيلومتر عن بغداد، وهي ضمن خريطة كردستان التي رسمها الإنجليز، المستشرقون الإنجليز، قبل أن نقول نحن عنها كردستان. ولكن وعفرين هي ألمي ومنبتي وغصتي اليوم. مدينة عفرين هي المدينة الكردوارية التي أعطت بشكل غريب جدا وبدون انحياز، دعمت كل النضالات الكردستانية، وبيئتها وفلكلورها الغني يشعر أي كردستاني عندما يأتي إلى عفرين أنه بين أهله، كما كل مناطق كردستان. ولكن عفرين لها الخصوصية كونها في النقطة الغربية قبل الأخيرة في خارطة كردستان، ولكن هي جغرافيا مصغرة عن كردستان، فيمكن أن تجد فيها الجبال الجميلة، السهول الغنية، المياه العذبة، حوالي 30 كيلومتر من البحر المتوسط. فعفرين لها خصوصية أنها تمثل كردستان الصغرى، وهذا ما قاله لي الشيخ أدهم البارزاني عندما لمته، سآتي على الحديث لاحقا يوما، فقال لي: لقد قلت للرئيس مسعود البارزاني صدقني، إذا تحررت كردستان فأفضل منطقة أن تقيم فيها العاصمة هي عفرين. فتحية للصديق. تصور هاي صورته لل هذا الشيخ هو الشيخ عبد الواحد بارزاني، عميد العائلة البارزانية، صديقي وجاري العزيز، والحقيقة كنت أفتخر بصداقته، وكان جاري، أقرب الجيران البارزانيين لي. كنت أزوره دائما، وهو من الذكاء في هذا العمر، وذاكرة قوية جدا، ومثقف جدا، ما زال يقرأ إلى اليوم عدد من الساعات لا يحب أن يقاطعه فيها أحد. الشيخ عبد الواحد البارزاني وابنه الشيخ إبراهيم البارزاني من الأشخاص المثقفين جدا، فلهم مني تحية قلبية. هذه الصورة للشيخ خلات بارزاني، ممثل السيد الرئيس مسعود بارزاني، في مزار الخالدين في بارزان. الحقيقة يوم طلب مني أن أهديه نسخ كي يقدمها كهدية لبعض الزوار العرب، فأهديته 50 نسخة لموقع مزار الخالدين في بارزان. له مني تحية، وإنسان طيب جدا. هنا يؤلمني جدا حقيقة رحيل الصديق كيو، ابن صديق الوالد جيجابرين. حضر هو والشيخ إبراهيم البارزاني على يمينه، وعائلة كيو، سيليفيا وزوجة كيو. هذا كان حفل افتتاح، حفل توقيع كتابي في هوتيل كابيتول هولير. تحية للسيد عارف رمضان، مدير الكابيتول وراعي الثقافة والكتاب السوريين.
أما هذه المناضلة الكردية، الحقيقة لا أستطيع أن أعبر عن عظمة هذه المرأة الكردية. هذه المرأة الكردية سجنت 4 سنوات بتهمة الانتماء لحزب كردي وهو حزب البارتي. هي الشاعرة والكاتبة والمذيعة القديرة آسيا خليل، وقد تشرفت أولا، وكانت هي السبب المطلق في النجاح المنقطع النظير لحفل توقيع كتابي. السيدة آسيا خليل مناضلة من الطراز الأول وشاعرة بامتياز. هذه الصورة أيضا هي في حفل افتتاح، في حفل توقيع كتابي، وقد رفعت شعار رابطتنا بعد أن تحولت إلى الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. وتفاجأت حينها أنه كان هناك شخص كان سيشارك السيدة آسيا خليل في تقديم الحفل، ولكنه تفاجأت بأنه اعتذر، والسبب لأنه شعر بأنني ممثل الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، وأتحفظ على ذكر اسمه. ولكن أنا تفاجأت بموقفه حقا، لأن هذه الأمور أعتقد أن الكتاب والصحفيين وأصحاب الأدمغة الكردية يجب أن يرتقوا فوق هذا المستوى. فأنا أذكر عندما كنت في أحد الأحزاب السياسية كنت ألتقي بكل المثقفين من باقي الأحزاب التي كانت قواعدنا ربما لا تحب بعضها وأحيانا تتشاحن، لم أقطع يوما علاقتي بمثقف كردستاني نتيجة انتمائه. بالعكس، كنت أعتبر أن المثقفين هم الجسر الذي يعول عليه شعبنا الكردستاني في توحيده وإرشاده. وأستنكر حقيقة بكافة الوسائل الأصوات التي تتعالى لتفرقة العقول الكردية، فنحن نحتاج إلى تجميع هذه العقول وهذه الطاقات، لأنها الدينامو الذي يدفع بقضيتنا نحو الأمام. الصورة هذه دكتور العزيز، يا دكتوري، نعم، خليني أسألك لو سمحت. كل ما نسحبك على الجانب الأدبي والشعر عم تروح لي على الجانب السياسي. الله يخليك. خلينا نسمع منك قصيدة شعر من ديوانك، أنت تختار القصيدة اللي أنت حابب تلقيها. تفضل. الحقيقة حط لنا موسيقى بجنبها، إذا عندك موسيقى كمان ما في مانع. نسمع موسيقى بجانب. القصائد هي القصيدة الأولى أحبها، هي طقوس لصلاة كردية. نعم. طقوس لصلاة كردية. نحن الكرد شجعان رائعون غيارى وكرماء، يكرهنا المحيط وتعشق فراشنا كل النساء، ولكن يا سيدي لا نحسن عشق السوسن ولا ترويض الحجل، نفر إلى الجبال بحثا عن إله حر، نركع جسرا لظبي يمرح، نمازح العشب ونشعل النار، نحتمي بجدران الكهف من المطر، وننفس دخان تبغنا المهرب، ليزداد عدد الغيوم في السماء، نختصر إطلاق الرصاص فلا آلهتنا في المجلس، نربت على جبين الشهيد ونبتسم، ثم نبكي خلف تلك بعيدة كي لا يسمع نواحنا، نغلفه بحفيف أوراق الشجر، ولكن يا سيدي نأكل سوسن عشقنا، ونقلد الحجل بعد هبوطنا، وننسى
لماذا صعدنا الجبل؟ وعدا سنغسل أشرعة الليل ونوقظ شمس الصباح، سنضع حقائبنا في برج المقاعد بانتظام ونكتب كل الواجبات، سنتعلم أتيكيت الصالونات وأدب المائدة وخرائط الشوكة والسكين وتدرج أطباق الطعام وكل أنواع الانحناءات، سنتدرب طويلا على رقصات الفالس والتانجو ونقبل باقتدار أيادي الحسناوات، ولكن دعونا اليوم نحتفي سوية بدم طال سيلانه ونخجل على دمنا مرة في العمر، نوحد طقوس صلاتنا للحظة حانت على طبق من ذهب لاستقلال كردستان. نعم سيدي، هذه قصيدتي الأولى. شكرا جزيلا، حقيقة قصيدة رائعة. دكتور، متى يتفاعل الشاعر مع قصيدته أو متى القصيدة تبكي شاعرها؟ الحقيقة أنا لا أريد أن أكرر كلمات قالها قبلي كثيرا أن كل القصائد هي أولاد الشعراء، ولكن أنا أعرف جيدا سؤالك الثاني، متى تبكي القصيدة شاعرها. الحقيقة عندما يكون الألم أكبر من الفجيعة، عندما تكون المأساة فجيعة بحد ذاتها تعجز عن وصفها كل الكلمات، لا يملك الشاعر أو الإنسان وخاصة الإنسان الشاعر بالإضافة لكلماته إلا دموعه الغالية التي تنسكب غصبا عنه جبرا عنه. فأعتقد وما زلت أعتقد وأصل أحيانا إلى درجة التيقن أن كل شباب وكل الشعب الكردستاني والشعب الذي عانى وما زال يعاني هم شعراء بالفطرة، ولكن فقط يحتاجون للوسائل الإيضاحية التي تؤطر تلك الشحن العاطفية، تلك الموسيقى، تلك الصور المؤلمة في إطار شعري. لذلك تاريخنا سيدي وحياتنا، وخاصة التي عشتها أنا وأنت جيل مواليد الستينات إلى الآن، حياتنا فيها ذخيرة هائلة من الصور والآلام والموسيقى الحزينة والأغاني وداع الشهداء والصراخ عند فقدان الأهل والصراخ عند المجازر والبكاء عند اعتقال الأب والأخ والأم والأخت. هذه الصور يا سيدي نحن الكرد من أكثر شعوب العالم امتلاكا لها وأكثر قدرة على التعبير عنها بصور وقصائد شعرية من الطراز الممتاز. هناك الكثير يا سيدي من الشعراء الكرد الشعبيين الذين لم يسجلوا للأسف ولم يلتفت لهم أحد، لأن حياتنا دائما كانت الحفاظ على الوجود، ففقدنا الكثير من فولكلورنا الرائع، وهذه حقيقة للأسف يا سيدي. نعم. دكتور صلاح، كشاعر وكإنسان، ما الذي يزعجك؟ ما الذي يؤلمك؟ أكثر ما يزعجني الغباء، يزعجني السياسي الغبي، يزعجني الإنسان الغبي، يزعجني الكاتب الذي يكتب اليوم على الفيسبوك بغباء. ولكن الحقيقة ما يؤلمني ولا أستطيع أن أعفو عنه هو الخيانة. لذلك
لي مقولة مسجلة باسمي: الخيانة ليست وجهة نظر سياسية. وطالما أشرت على القادة في كردستان العراق أن الخائن وخاصة زعماء الجيش من الخطأ الاستراتيجي أن تجعلهم أعضاء قيادة اليوم وتقول عفى الله عن ما مضى. ممكن أن تعوضهم نتيجة الامتيازات الموجودة لتصارع الأحزاب، تعوضهم بالمال بوقوفهم إلى جنبك أو لإعطائهم بعض الأسرار لك، ولكن من الخطأ الاستراتيجي أن تضع من خان بلده وشعبه يوما في مركز قيادي حتى لو كان في منظمة مدنية. فالخائن أعتقد أنه أولا يجب أن يكون بعيد عن السياسة الكردية، هو والمتأثرين من جيله ومن نسله بتربيته الساقطة، وأن لا يكونوا قادة في المحافل الأخرى. يعني حتى على مستوى الأطباء، المهندسين، الأساتذة، أنا لا لو يعود الأمر الشخصي لي لن أسلم خائنا قيادة في مؤسسة ما. نعم شكرا. سبقنا الأستاذ ديكو كاتب على الشاشة كمان مرة تانية سؤال نحن كان بيبانا نسألك إياه، إنه هل من قصائد جديدة عن مأساة عفرين أو نتاج جديد عن هذه المأساة؟ الحقيقة ما حصل في عفرين شيئان متناقضان. أولا بطولة من الشعب الكردستاني، من أهالي عفرين في البداية، ومن الكثير من المناضلين. فأنا أعرف ووثقت عدد من الأسماء لشهداء من عامودة وديريك والدرباسية وقامشلو وراس العين وكوباني رفضوا أوامر الPKK بالانسحاب من عفرين عند تسليمها، واستشهدوا هناك، وهناك شخصان من أكراد تركيا على ما أعتقد. فكانت البطولة الخارقة شعبا ومقاتلي كرد، وكان هناك الخيانة بأبشع صورها. الخيانة كانت من قادة الPKK أولا، ومن العالم المريض، العالم المصلحي، وعلى رأسهم العاهرة ناتاشا الروسية. فهذا التناقض يا سيدي ما زال يطحننا، وخاصة بقاء الكرد خارج الدفن، حتى أكلتهم وحوش الغابات والطيور، وهذا إلى 100 سنة سيؤثر في تاريخي وعقليتي وضمير الإنسان العفريني. كتبت كثيرا ولكن اخترت مقطعين. تفضل دكتور. المقطع يمهد أنه ما هي عفرين. عفرين قول زيتون وسنديانة. في عفرين فتحنا الأحراش رويدا رويدا، وزرعنا فسائل الكرمة وغراس الزيتون، ولكن دائما حافظنا على سنديانة في القمة تؤرق بجذوعها حروف عشاق وذكريات، وقطع أقمشة ملونة تداعب مع النسيم أضرحة الشهداء وتروي الكثير من العبر. عفرين خط عهركم، عفرين خط أحمر، عفرين خط أخضر، عفرين خط برتقالي، لا عفرين خط أصفر. عفرين هي الخط الذي على تخومه
ستختم أمهاتكم بالعهر وستوسم جباهكم يا دمى المافيا بوسم البغال والحمير والبقر. يا حسالة الأرض تصارعوا تفرقوا تناطحوا فديوك المزابل أنتم اليوم وغدا جرزان الحفر. عفرين باقية ما بقي الزيتون والرمان وشجر الحور وغابات السنديان والصنوبر. تحية لكل شهداء كردستان وتحية لآلام الشعب الكردستاني المهجر في عفرين وكركوك وخانقين وشنغال خاصة. الله يعطيك العافية دكتور، قبل شوي اتهمت اللي عم يكتبوا على الفيسبوك بالحمقى. يعني هلا نحن مثل الكل بيعرف مدى تأثير السوشيال ميديا على نشر النتاج الأدبي وتأثير التكنولوجيا على الأدب. يعني كل واحد فينا عم يكتب مثلا بشكل يومي أو بشكل شبه يومي بعض خواطر شعرية، قصة قصيرة، مقولة مؤثرة. يعني هالشغلة أتصور مفيدة، ما مثل ما أنت أعطيتها إنه لا هدول حمقى عم يكتبوا على الفيسبوك. أنت ما حاولت تكتب بقدر الإمكان أو تنشر قصائدك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي؟ تفضل. يا سيدي، أنا ما وصمت من يكتب على الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي بالحمقى، ولكن أنا قلت أنا أكره الغباء ضمن الكتاب والصحفيين والناس العاديين، وخاصة اليوم الأكبر المجال الأكبر لتشاهد كميات هائلة من الغباء هي منصات التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد يا سيدي أن منصات التواصل الاجتماعي من صنعها وقدمها للناس هم يشبهون بشكل ما من الأشكال الباحثين عن الذهب. الباحث عن الذهب يركب آلة عبارة عن مثل الغربال، ويستخدم الكثير من الآلات الكبيرة في نقل التربة وغسلها. فالكثير هو حقيقة يعمل كل هذا الجهد كي يبحث ويجد في النهاية حبيبات الذهب، وهي نادرة جدا ضمن التراب. ولكن تشبيه هنا الكثير حبيبات التراب العادية أظن أنها هي الغالية، وأنها تركب السيارة وتذهب من مكان إلى آخر ويغسل وتتعرض لدوش وحمام. الحقيقة ليس المقصود بهذا الدوش والحمام والسيران بالسيارة وهذه المصاريف هي حبيبات التراب سترمى بعيدا. المقصود هو أن يجد الذهب. فأنا أقول من وضع وسائل التواصل الاجتماعي تحت الخدمة كان له أهداف: الاطلاع على الخصوصيات، تقديم وسيلة سهلة للتواصل الاجتماعي لنشر الإبداعات، وهذا يشبه البحث عن الذهب. ولكن هناك تشاهد فيديوهات فقط شتم، هناك أساليب استخباراتية يستخدمها مافيات معينة، جروبات على السوشيال ميديا فقط التقليل من إبداع شخص ما أو التقليل من نجاحات أشخاص معينين أو الهجوم على أشخاص. هذا قصدي. ولكن أنا أعتبر أي وسيلة حضارية تأتي ممكن الإنسان أن يستفيد منها، وهي وجدت للنخبة لكي يستفيدوا منها وللطيبين كي يسهلوا حياتهم. لم توجد لاستخدامها السلبي، مثلها مثل السكين، يمكن أن تعمل فيها كل حاجياتك في البيت ويمكن أن تسيء استخدامها بطعن الآخرين بها. هذا هو قصدي يا سيدي. نعم، مفهوم. يعني حقيقة أي جانب تكنولوجي حديث له جوانب إيجابية وجوانب سلبية، فنحن كمثقفين
كتاب شعراء، المفروض نستفيد من الجانب الإيجابي ونشر الفكر والأدب والثقافة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. دكتور، راح أسألك سؤال في الناحية الأدبية عن كتابك الجديد اللي أنت قيد الإنجاز والإنهاء، أتصور هو الكتاب السياسي. حبذا لو تحدثنا عن هالموضوع شوي قبل ما ينشر. الحقيقة الكتاب يعني هل تعملوا دعاية قبل ما ينشر الكتاب؟ الله يبارك فيك. الكتاب هو بعنوان الأمن الاستراتيجي الكردستاني. أنا جمعت فيه خلاصة ما أستطيع أن أقدمه لشعبي الكردستاني، وخاصة كنت أجد فيه المسعى ليكون جاهزا. كنت أتوقع أن يحصل استقلال لكردستان بعد 2017، وكان هذا هو المخطط الغربي لولا خيانة قيادة الPKK وليس القواعد. أنا أنحني قداسة لقواعد الPKK، ولكن قيادة الPKK كان لها دور خياني في 2017 وصولا إلى 2017 وبعد الاستفتاء. كنت أحب أن أقدم كيفية بناء الدولة. بدأت مبكرا جدا. استوقفتني نقطة أستاذي الكريم، أننا نقول دائما الكرد مثل الحجر، خائن مثل الحجر. فبعد البحث توصلت أن آلية الحرب الخاصة العائدة لمحتلي كردستان وصلت بها القذارة والنتانة أن تجعل حتى حيوان الوطني، لكل بلد هناك حيوان هي بيئته أن يعيش في ذلك البلد أكثر من غيره. فالحجل هو حيوان كردستاني، والباسكوي أو الماعز الجبلي هو حيوان كردستاني. أعداء كردستان جعلوا الحجل نموذج للخيانة، لأنه عندما تصيد الحجل، عندما تذهب للصيد تأخذ حجلا وتصيد حجل، ولكن وجدت أن عندما تريد أن تصيد نسرا تعمل طريقة. كثير من شبابنا وشبابكم كان يذهب لصيد عصافير الحسون والدوري، يأخذون عصفور حسون أو دوري. فهذه الطريقة المتبعة في كافة أنواع الصيد. لماذا الحجل خائن؟ لأنه كردي. فحتى الحيوان الكردي لم يسلم من تشويه محتلي كردستان، وهذه نقطة مهمة. وكذلك الباسكوي أو الماعز الجبلي جعلوه في مخيلتنا أنه حيوان شؤم، لأنه تسبب في مقتل سيامند في ملحمة سيامند. أنا انطلقت من هذه النقاط، وانطلقت من البيئة الكردستانية التي هي بيئة شبع، كما توسع فيها الدكتور أحمد الخليل، له مني تحية كبيرة جدا، ابن عفرين البار الباحث والأكاديمي دكتور أحمد خليل. كردستان هي مركز ومنبت ثقافة الشبع. أنت عندما تكون في الجبل وتضيع يمكن أن تعيش شهر كامل على أوراق الأشجار، على بعض الثمار في الغابات، على كثير، وهو دائما هناك نبع صغير وفي بركة ماء حتى في رأس الجبال. إذن لن تموت، ولكن في الصحراء إذا ضعت 3 أيام بدون ماء ستموت. فنحن أهل ثقافة الشبع. للأسف هذه الثقافة كان لها دور سلبي في احتضاننا للأعداء ثم جعلهم يتمكنون منه. كتبت أيضا عن كيف ارتقت الأمم. استشهدت بعدد من الأمثلة. الأمة اليابانية وثقافة الجماعية التي أحييكم أنتم أهل عمودة. أهل عمودة هي النقطة والمنطقة الكردستانية الوحيدة التي يعمل مثقفوها بثقافة الجماعية. هذه الثقافة المشهورة في اليابان، وكانت سبب إعادة إعمارهم بعد دمارها في الحرب العالمية الثانية، ثقافة حقل الأرز الذي يحتاج 20 شخصا، تكاتف جهود 20 شخص. انطلقت بعدها إلى
سنغافورة، كيف استطاع لي كوان أن يبني سنغافورة بالابتعاد عن السياسة؟ منع الأحزاب السياسية. اليوم نحن في روج آفا كان لدينا 99 حزب بأسماء الله الحسنى، وسمعنا. هلا خلينا من روجافا خلينا بكتابك هلا. نعم. هذه النقاط اعتمد فيها لي كوان على العلم، فأنا شرحت كيفية حتى الاستفادة من مناهج الدول في المرحلة الابتدائية، أي منهاج، والمرحلة الإعدادية، وتطرقت إلى السياسة، ماذا يجب وما هي السياسات التي يجب أن نتبعها في بناء كردستان، وخاصة يعني لمبدأ سيسجل باسمي، أن كل شيء يجب استخدامه على مبدأ 1 2 3. يجب أن لا نرمي الشيء قبل استخدامه ب1 2 3. عندما نعمل بركة سباحة، مياهها يجب أن لا تذهب للمجاري، ممكن أن نسقي بها، يمكن أن نغسل بها الشوارع. الكثير من هذه الأمثلة وبشكل عقلاني. وهنالك فصول ستأتي لا أحب الحديث عنها الآن لأنها تحتاج إلى توضيح أكثر عبر تعابيرها الكبيرة. معناتها كتاب هو كتاب ضخم مثل ما فهمت منك، متعدد المحاور وبحاجة إلى دقة أكثر في المعلومة وفي توثيق الأرقام. نعم نعم. طيب دكتور، نحن انتهينا تقريبا من الجانب الأدبي عندك. إذا عندك أي سؤال خاطر على بالك تحكي بهالمجال مشان ننتقل على الجانب السياسي اللي أنت هلا مستنيه بحرارة إنه تحكي بالسياسة. الحقيقة في الجانب الأدبي أنا لابد أن أشكر في البداية والدي العظيم، لأنه هو اللي وجهني كردواريا وروحه طيبة، وشهيد العائلة كتبت عنه بداية قصيدة لم أكملها، أخي الدكتور فرزندا الذي كان المشفى في عفرين سمي باسمه، كان دكتورا لم يصبح سياسيا يوما، وقضى عمره في جبال كردستان. وأشكر السيد عناية ديكو ونزير بالو. أنا لا أعرف نزير بالو، ولكن أخبرني السيد عناية ديكو أنه ساعده في إخراج غلاف كتابي، وصديقي المزمن إبراهيم اليوسف في تقديمه الأكثر من رائع لكتابي. وهناك ثلاثة أشخاص يستحقون الشكر العميق، هم النقيب في البيشمركة سام شيرواني، والأخ نوجدار رمزي، وآسيا خليل بالمطلق لأنها ساعدتني. بقيت أسماء الأخير مشان نعطيك مجال تحكي كلمة أخيرة. تشكرهم كلياتهم. هذا ما يتعلق بكتابي كي لا نعود إليه. نعم. دكتورنا العزيز، في المجال السياسي يعني كان لك باع طويل وعريض في هالمجال. حدثنا عن تجربتك السياسية والمراكز القيادية اللي توصلت لها في مرحلة ما. تفضل. أخي الكريم، للحديث شجون. أنا كنت شاهدا على مآسينا السياسية، ودخلت إلى داخل الكهوف ولمست بعضها. كأي شاب في البداية كانت تستهويني الفصائل الفلسطينية، وكنت أقول في نفسي متى سنصل إلى مرحلة الجبهة الشعبية وأمثالها في جريدة الهدف، مجلة الهدف والحرية. ثم جاءت أفكار. قرأت كثيرا في البداية. كان الفضل لعمي مصطفى حدو، كان أحد أعضاء البارتي، وعائلتنا كانت عائلة بارتية بصراحة. كان جدي يطلق عليه لقب البارزاني، كان يضع العمامة البارزانية. فهو أول من أعطاني كتب سياسية عندما كنت أذهب للقرية في الصف الثالث والرابع والخامس والسادس. وقتها أعتقد في الصف السادس قرأت كتاب عن الثورات الكردية من
بدر خان بق إلى عبيد الله النهري، علي شير، عبيد الله النهري، وهكذا. ثم المرحلة الجامعية تعرفت على كان فكر البي كي كي أول ما جاء حزب العمال الكردستاني، وكان شعار توحيد وتحرير كردستان كان الشعار الكبير. الحقيقة كأي شاب هذا الشعار وجرفني فترة من السنوات إلى أن جاءت نقطة وهي المؤتمر الوطني الكردستاني، وكنت مسؤولا عن المثقفين في حلب وهم الأطباء والمهندسون والمحامين والكتاب، وكنت مسؤول القسم العربي في مجلة تشاندوغل، وكنت أكتب بصدى كردستان تحت اسم دكتور آريان. ولكن في 1993 كان المحور والانعطاف الكبير عندما تسربت أن ليس هناك لكرد سوريا ممثلين في المؤتمر الوطني الكردستاني، فتصادمت وقتها معهم، وكنت أنا والمرحوم يوسف الدكتور يوسف طربوش والمحامي المرحوم حمزة وبعض الأشخاص الآخرين، وتم التشهير بنا واعتبرونا عملاء، وحتى أنهم قالوا نشروا في قرى عفرين 360 قرية أن الدكتور صلاح عميل كبير، وقد وجدنا بجيبه هاتف بيل كلينتون الشخصي، فحتى يقوم اغتيال الدكتور صلاح، يعني انه عميل كبير، فان تجد هاتف مساعد في الامن شيء، وان تجد هاتف بيل كلينتون شخصي في جيبه، فالحقيقه كانت مأساة يعني. ولكن بعد وانا لا اجبن، وكان فضل لعشيرتي بالوقوف معي في تلك المأساة، وصلنا إلى اللقاء مع السيد أوجلان، فاعتذر لي شخصيا بعد أصبح هناك تهديد من الطرفين. الحقيقة اعتذر مني شخصيا وقال لي أنت الشريف وأنت صاحب الكرامة والشرف الأكبر، وسأقطع رجل كنعان كوباني الثانية، كان رجله إحدى الأرجل مقطوعة، وسأقطع رقبة سعيد عتمونة. الحقيقة كانت تلك النقطة النهائية. قلت له تماما أنا لن أتنازل عن حق كردستان سوريا، نحن شعب كردي على أرضنا التاريخية، لا نقبل من أحد أن يزاود علينا. أنا أفهم أن الأحزاب وأعضاء الأحزاب يمكن أن يستشهدوا دفاعا عن جغرافيا كردستان، ولكن لا أفهم كيف يمكن أن يبيع حزب جغرافيا كردستانية لأجل حزبه. هذه النقطة لا يمكن أن أرضى بها، ولدي شهود على هذا الكلام، لا أحب أن أخوض فيه كثيرا، ولكن أعود وأكرر أنا أقدس الجريلا والمقاتلين الكردستانيين وقواعد حزب العمال الكردستاني. لي خلاف كان مع قادتهم، اليوم نفتح صفحة جديدة حتى لا يقول الدكتور صلاح ينكأ الجراح. بعدها دكتور لو سمحت دكتور، يعني أنت عم تحكي عن المؤتمر الكردستاني يمكن كانت في بداية التسعينات اللي صار ببروكسل، ما هيك؟ أنه اجتمعوا كل فينا نقول المكونات المجتمع الكردستاني واللي كان قائمين عليه هن جماعة البي كي كي أو حزب العمال الكردستاني. تعني هل المؤتمر ولا كان في مؤتمر ثاني نحن ما بنعرف؟ الحقيقة ما حصل في بروكسل هو الشكل المشوه. المؤتمر الحقيقي كان مفروض أن يدعى إليه نواب عن البارتي الكردستاني وإيران، كافة الاتجاهات والتيارات، ولكن ما حصل في بروكسل بعد فشل المشروع، ما حصل مع سوريا كان شيئا كبيرا.
ضمن سوريا ككرد في مناهضة ذلك المشروع مما أفشله، فبقي المشروع على مستوى بروكسل والأشخاص الذين حضروا من أوروبا. ولكن الهدف الكبير الذي كان يمهد له ليس كذلك، ولكن أعتقد أن صمود أو وقوف أهل كردستان سوريا بوجهه كان له دور كبير في عدم مروره إلى النهاية. ولكن أنا كنت أتمنى أن ينجح إذا كان سيمثل الشعب الكردي. طيب غير تجربتك مع البي كي كي حزب العمال الكردستاني، هذه التجربة انتهت نعم، هذه التجربة انتهت عام 1993 وأخذت عهدا على نفسي أن أقرأ أكثر في تاريخ الكرد وكردستان، وأن لا أنجر مرة ثانية وراء حزب يمكن أن يبيع الشعب ويبيع أعضاءه في أول بازار. فاستهواني بعد 10 سنوات النهج البارزاني لسبب بسيط. أنا تألمت جدا من الخيانة، وخاصة عندما أشاعوا عني أنني عميل والتليفون بيل كلينتون. كان تحت يدي الكثير من الأسرار، ومنها أماكن أسلحة كانت تذهب إلى المقاتلين، والكثير من الكوادر الجرحى الذين كنت أعالجهم على مسؤوليتي الشخصية، ومنهم كانوا سريين جدا، يعني لو علمت الحكومة السورية لقتلتني 1000 مرة. ورغم دناءة ما فعلوه معي، بقيت تلك الأسرار وتلك الأماكن تحت يدي بشكل آمن، ولم أعمل مثل ما يعمل الكثير من الكرد العاديين عندما يتصارع مع أخيه يذهب إلى عدوه. أنا كنت ضد هذه النظرة، فوجدت أن النهج البارزاني اللي هو نهج والدي ونهج جدي هو النهج الوحيد الذي لم يخن أعضاءه، لم يخن، ممكن أن يكون قد أهمل بعضهم، ولكن لم يخون مناضليه يوما من الأيام، لم يبتعد عن قداسة قضية التحرر الكردستاني يوما من الأيام، لم ينطلق من تحرير وتوحيد كردستان إلى الشعوب الديمقراطية وأخوة الإيكولوجيا، ولا أعرف هذه التي لا تخدم الشعب الكردستاني. فواصلت نتيجة يأسي من الأحزاب حقيقة، بحثت عن طرق خاصة للتواصل مع كردستان وكان لي ذلك. ثم بعد 2004 شعرت أن الخطر كبير ويجب أن يكون الشارع الكردي منظما سياسيا. أتتني فكرة عمر بن الخطاب عندما سأله أحدهم عن البلح فلم يجبه، وقال له تعالى في اليوم الثاني، فقال لماذا لم تجبني البارحة؟ قال له لأنني كنت قد أكلت البلح فلا أستطيع أن أجيبك والبلح في بطني. فقلت في نفسي أنا إذا لم أصبح منظما لم يصبح أفراد عشيرتي وهم المتأثرين بي أكثر الأقرب والأشخاص الذين يحترمون رأيي ومكانتي الاجتماعية. فانتسبت إلى حزب البارتي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، إلى 2007 عندما حدث موضوع اغتيالي وخلافي مع السكرتير قبله وموضوع اعتقالي في فرع فلسطين، وهذه بحد ذاتها نقطة ثانية. وتدرجت في البارتي إلى أن أصبحت عضو لجنة مركزية في عام 2007. نعم.
دكتور شاب سائل، هل الجانب الأدبي هو متنفس عندك بالإضافة أو الجانب السياسي؟ يعني كان بديل للجانب السياسي اللي أنت مريت فيه؟ سيدي، أنا أعتقد أن السياسي الناجح هو الذي يمتلك خلفية أدبية، والأديب الناجح الذي يمتلك خلفية سياسية. فأنا في وينستون تشرشل وكثير مثله. وينستون تشرشل كان وزير خارجية بريطانيا ونال جائزة نوبل في الآداب. الحقيقة الأدب هو شيء إنساني ممكن أن يعبئ الفراغ الروحي مثل الأديان لدي، يعني يشبه دوره دور الدين، ويمكن أن تستخدمه لتكثيف توجيه شعبك وإنسانيتك بأسلوب أكثر تألقا، بأسلوب أكثر جمالا. يمكن أن تخاطب العقل البشري عبر الدخول بعبارات معينة إلى خلاجات نفسه. فأنا مع هذه النقطة، نعم. لذلك أنا طالما اعتبرت أن السياسي الناجح من يمتلك خلفية أدبية، والأديب الناجح من يكون على اطلاع سياسي. طبعا كمان سؤال موجود على الشاشة ممكن تشوفها معي، هل تفضل أن تكون أديبا أم سياسيا ولماذا؟ يعني في المستقبل أنت بدك تركز على الجانب السياسي، تكون سياسي ناجح، ولا لا خلينا من السياسة كهواية بدنا نشتغل على المجال الأدبي؟ أستاذي الكريم، أنا لي معيار خاص. أنا أعتقد أن الإنسان يجب أن يكون ناجحا. يعني أنا عندما درست طبيب أسنان، كنت طبيب أسنان ناجح على مستوى أطباء الأسنان العرب، ولي اسم بين 150 أول طبيب عربي عملوا في الزرع على مستوى الوطن العربي. حاولت أن أنقل قضيتي ككردي عندما أنجح في كل محفل. عندها أنا أخدم قضيتي بشكل جيد، وهذه كانت وصية الوالد أو أسلوب الوالد في تربيتنا. الوالد في بدايته أراد أن يذهب للتطوع مع ثورة البارزاني رحم الله كليهما، ولكن جاءتهم رسالة من الملا المصطفى بارزاني أنكم في وظائفكم تستطيعون أن تخدموا الشعب الكردي وتخدمون أكثر. وهذا ما فعله والدي حقا، وهذا الشيء يشهد عليه كان أبو عثمان صبري حينها، وكثير من الساسة الذين كانوا في وقته. فأنا أعتقد أن الإنسان عندما يكون مبدع، أنا لا أحب أن أنشر قصيدة سيئة ولا كتاب سيء، لا أحب أن أكون طبيب سيء، لا أحب أن أكون سياسي سيء. أنا عندما وجدت أن وجودي في البارتي بعد الانشقاقات وفشل الوحدة بين جناحي نزير ونصر، وشعرت بيد الطولة للأمن السوري فيها، آثرت أن أكون بعيدا وأن أعمل وفق رؤية خاصة مباشرة مع إقليم كردستان الذي أعتبره الحريص أو الجناح الحامي للتطلعات الكردستانية. لذلك أنا لا أعرف الحقيقة، ولكن أعتبر أنه أن تكون سياسي ناجح وأديب ناجح، المهم أن تكون ناجحا، أن لا تكون فاشلا ولا تنشر فشلك بحجة أنه يجب أن تنشر شيء ما. أنا ضد هذا المبدأ. نعم، طالما أتيت إلى ذكر أحزاب كردستان روجافاي كردستان، السؤال الموجود على الشاشة: كيف ترى وتقيم الواقع السياسي في غرب كردستان اليوم؟ وما هو سبب تركيزك على ضرورة تطوير الانتليجنسيا، يعني النخبة المثقفة في السياسة الكردية؟ ما سبب تركيزك على ضرورة تطوير الانتليجنسيا في السياسة؟ الأمن، نعم، الانتليجنسيا أو الأمن. الحقيقة أنا متأثر بهذه النقطة، سآتي
في البداية هناك الكثير عندما يتحدثون يقولون الأحزاب الكردية لم تقدم شيئا. الحقيقة هذا غير حقيقي ومجانب للصواب تماما. الأحزاب الكردية في سوريا وفي باقي المنظومة، الأحزاب المنظومة الكردستانية عامة، قدمت الكثير للشعب الكردستاني، وخاصة أنها أبقت جذوة القضية الكردستانية مشتعلة. حاولت قدر الإمكان عدم المساهمة أو المساعدة في الصهر الذي يبتغيه المحتل. فالأحزاب الكردستانية في سوريا كان لها دور كبير، ولا سآتي بقليل من الماء، أعتذر. أعزائي، مثل ما نكون شايفين يعني لقاءنا بعده مستمر مع دكتور صلاح الدين حدو. حكينا عن جانب الأدبي، كان همنا أن نركز على ديوانه الشعري قصة وطن من عفرين حتى خانقين، وحاولنا نسمع منه قراءة شعرية، قرأنا قصيدتين. وحاليا عم نحكي عن الجانب السياسي عن دكتور صلاح الدو اللي كان عضو في حزب العمال الكردستاني في بداياته، بعدين انتقل لحزب البارتي. تفضل دكتور، إذا رجعت كمل حديثك، إن هيك نختصر للمشاهدين أعزائي المشاهدين هيك شو صار معنا، شو حكينا في الجانب الأدبي والسياسي. تفضل. نعم، شكرا سمعتك. فالحقيقة ولكن وصلوا إلى مرحلة، وخاصة مرحلة الانتفاضة في سوريا وما تلاها، الانتفاضة الكردية 2004 وما تلاها، وكانوا خلف الجماهير. حينها كان الأفضل لهم أن يستقيلوا ويصبحوا مستشارين ويدعوا الجيل التخصصي، وخاصة بعد دخول الانترنت والعولمة كان من المفروض أن يدخل الجيل الاحترافي، وكان هناك الكثير من الاختصاصيين الكرد في كافة المناحي. للأسف لأن الثقافة في الشرق الأوسط هي انعكاس للواقع المادي على الإنسان، فثقافة الأنظمة المحتلة والتمسك بالكرسي انعكس على أحزابنا الكردستانية. كنت وما زلنا نلاحظ أشخاص هزيلين على أساس أنهم سكرتيري الأحزاب الكردية لا يعرفون أن يكتبوا مقالا بالكردية، مع أنه اليوم لدينا كتاب عباقرة وأشخاص كبيرون في الكتابة. هذه النقطة، وجاء بعدها الانتفاضة التي حصلت في سوريا التي سميت ثورة. أنا أعتبر أنها كانت ثورة ل6 أشهر وبعدها أصبحوا مرتزقة. في ذلك الوقت سلم ملف الأحزاب في كردستان الغربية لجلال الطالباني بناء على توازنات دولية، فالبارتي عين شخصا من عنده هو حميد دربندي للملف. أعتقد أن تعيين حميد دربندي الذي أسميه شماعة الشيطان كان متوازنا مع استلام جلال الطالباني للملف، ولكن ما فات الإخوة في قيادة البارتي وبعد الهزائم المتلاحقة للأنكسي الذي يتحكم به وبكل حيادية حميد دربندي، والأشخاص معظمهم كان من الأشخاص الانتهازيين الذين طوروا ممتلكاتهم المادية ومشاريعهم الاستثمارية على حساب الشعب الكردي في سوريا. وهذه الهزائم بدأت، أنا أعتقد السبب عندما التقيت حميد دربندي مرة في هولير، فاجأني جدا بأنه لا يعلم شيء عن 1,000,000 كردي يقيمون في محافظة حلب.
يعني أكراد عفرين وكوباني وأعزاز ومنبج والباب، صدقني كان شبه أمي. هناك شهيدان على نهج البارتي، فرهاد في قامشلو، فرهاد علي في قامشلو، وابنتي شهيدة الطفولة الكردية جينا، بسبب آرائنا وقناعاتنا السياسية كأبناء للبارتي ولنهج البارزاني. الحقيقة فاجأني أنه أصلا لم يكن قد سمع بشيء من هذا ولا يعرف شيء عن عفرين وكوباني وهذه المناطق. لذلك أنا أشير اليوم، وأعتقد أن القيادة في كردستان بدأت تعي هذه النقطة، وخاصة قلت لك بعد مأساة عفرين اجتمع وفد من الأنكسة مع السيد الرئيس مسعود البارزاني، ولم يكن في الوفد شخص عفريني، كانوا حوالي 10 أشخاص على ما أعتقد أو 8 أشخاص، لم يكن منهم شخص واحد من عفرين. كيف تستمع لمأساة شعب، لمعاناة شعب، وفي هناك ممثلون لهذا الشعب وليس ضمن الوفد أحد من هذا الشعب؟ أنا وجهت ملاحظة حقيقة يومها، وكان الخطأ أعتقد بشماعة الشيطان. اليوم أعتقد أن التقارب الكردي هو صفحة جديدة في الخريطة السياسية التي يعمل عليها من كافة المحاور، وكردستان مطالبة اليوم أن تكون على مستوى الحدث. أكثر من ذلك، أنا أعلم أياديهم البيضاء في هذه اللقاءات والوساطات وسد الثغرات، ولكن أوجه كلمة هنا لقيادة البارتي وخاصة آزاد فرواري، كاف آزاد فرواري الذي يمتلك الملف مع فاضل ميراني، أن أهالي كرد روجافا كما تحبون أن تسموهم يعلمون جيدا لماذا كان حميد دربندي، واليوم تغيرت الظروف وذهب جلال طالباني لجوار ربه، وحدثت أمور استراتيجية، منها خسارتنا لعفرين وخسارة كركوك وشنغال، ويجب العمل على إعادتهم سياسيا وأن لا نكون فاشلين. عندما هنا يأتي دور الانتليجنسيا أو الأمن. القضية الكردستانية يا صديقي العزيز لم تحصل على مكاسب إلا عندما أصبح لدينا مكتب للاستخبارات والأمن يجمع المعلومات بشكل احترافي في كردستان العراق. استطعنا على أساس أن نكون مصدر المعلومات الأساسي في القبض على صدام حسين. وكذلك في كردستان روجافا، عندما أنشأنا مكتبا للاستخبارات في كردستان روجافا وبإشراف مباشر من الجنرال المظلوم كوباني الذي أحييه اليوم، استطعنا أن نمتلك المعلومات ونصل لمكان أبو بكر البغدادي خليفة داعش الإرهابية. لذلك اليوم لا يمكن أن تكون حزبا وتنال مكتسبات على الأرض إن لم تكن لديك معلومات استخبارية صحيحة. الفشل في كركوك كان فشلا استخباراتيا، ولو كان يومها رئيس المخابرات هو السيد مسرور بارزاني. أنا أعتبر وقلتها أن هذا الفشل يعود على السيد مسرور البارزاني، فكان الأحرى به أن يعرف شيئا كهذا. وكذلك خسارة عفرين. اليوم لدينا فرصة ذهبية. هنالك شعبتان للاستخبارات في كردستان الجنوبية وكردستان الغربية، يمكن أن يتحدا عبر الوسيط الأمريكي والوسيط الأوروبي والفرنسي خاصة، وباتحادهما عندما نمتلك ملفا استخباراتيا واحدا ونتخلص من الشرذمة الاستخباراتية الموجودة في السليمانية التابعة للمحور الإيراني، وهذا أحد الأخطاء
الذي يتحملها أيضا مجلس الأمن في كردستان. عندما نوحد الفايل الملف الأمني في المناطق الكردية، وقتها سنقطف ثمرات النجاح، لأنه لا يمكن أن تنجح عسكريا على الأرض إذا لم تكن تمتلك معلومات استخباراتية، لا يمكن أن تنجح اقتصاديا إذا لم تكن تمتلك معلومات اقتصادية وعن من يريد أن يسبب لك خسارة في المشاريع الاقتصادية. كان على المجلس الاستخباراتي أن يحضن كافة الجالية الكردية في كل أنحاء العالم ويستطيع أن يتواصل معهم كلهم، والكثير من شعبنا أصلا مستعد أن يخدم شعبه وقوميته مجانا وليس بالمال. نعم دكتور، صارنا تقريبا أكثر من ساعة ونص عم نحكي في سؤالين فقط مشان ننهي اللقاء. طبعا أنا كثير سعيد ومستمتع بحديثك حقيقة. جيت على سيرة التفاهمات الكردية يعني بين إذا قلنا الأنكسة وأحزاب المرتبطة ببيادي، حزب الاتحاد الديمقراطي. طبعا صار ردود فعل من العرب السوريين وخصوصا العرب الموجودين في منطقة شرقي سوريا، شرق شمال سوريا. بالبداية كانوا طالعوا بيانات. بالفترة الأخيرة ب3/7/2020 أعلنوا عن تجمع وطني عربي في المنطقة الشرقية. يعني حقيقة لو تقرأ أنه نوع من التحدي أنه لا، طالما في تجمع كردي في شمال شرقي سوريا فنحن المفروض نكون قريب منهم تجمع عربي. وربما اليوم حتى قريت على لسان رياض رار، يعني هو رئيس مجلس سوريا الديمقراطي، أنه مع الأسف في تحركات خبيثة في المنطقة، ممكن يصير تشاحنات بين الكرد والعرب في المنطقة. كيف تقرأ هالمشهد هذا؟ يعني أنه نتيجة تفاهمات أو تقارب كردي عم يصير جبهة معاكسة إلى من الأخوة العرب الموجودين في المنطقة. صديقي العزيز، نحن لا نعيش بجزيرة ولسنا بمنأى عن ما يحدث حولنا، ونفهم تماما التغلغل الإقليمي اليوم وعداءه لأي شيء كردي. ولكن ما فاجأني وأنا الذي عايشت العرب عمرا طويلا ولي صداقات أعتز بها، مقدار الارتزاق لدى هذه النخبة العربية التي باعت ثورتها، باعوا آلام شعبهم، باعوا دماء وأعراض شعبهم المتألم حقيقة. عند أول فرصة تراه يساريا، ثم نتيجة المال السياسي يصبح ضمن الإخوان أو يمجد نهجهم. أعتقد أن العرب مبتلين بهذه النخبة السيئة الذي هم من اختاروا أنفسهم واختارتهم تلك الجهات التي تمول أجندات معينة، وللأسف هم يرؤون للعروبة والعرب أكثر مما يسيئون للكرد. وأنا أعتبر أن هذه هي المسامير الأخيرة لنعوشهم، ستدق هم من سيساعدون بدقها على نعوشهم. الحقيقة أنا لست ضد تقارب أي الشعب، ولكن لماذا عندما يتقارب الكردي يجتمع التركي والإيراني والمرتزقين العرب كي يعادوا هذا التقارب؟ نحن لم نعمل شيئا إلى الآن كأكراد، أكثر ما هنالك هي لقاءات سياسية لتوحيد الخطاب، ولكن أنا كشاعر وكاتب أطرح أكثر من ذلك ولحقي وحلمي الحقيقي، لأن الدول التي قسمتنا وهي التي عملت لهم هذه البلدان، لم يعملوها هم بنتيجة بطولاتهم. الشريف حسين كان شخصا من السعودية، كان يكفي أن يعطوه السعودية، لماذا عملوا له سوريا ولبنان والأردن ومصر
ليبيا. هذه الدول سايكس بيكو هم الذين عملوها. لماذا اليوم يكرهون الكردي هذا الكره ويعتبرون أن الكردي الموجود على أرضه التاريخية هو دخيل؟ الحقيقة هي قراءة معاكسة للتاريخ، وسيرمون خارج التاريخ. حقيقة اليوم من عمل سايكس بيكو يريد أن يعمل شيء آخر. تقاطعت مصالحنا ومصالحهم في هذه النقطة، وستذهب إلى النهاية شاءوا أم أبوا. ولكن أنصح هذه ليس الطليعة، هذه الفئة المرتزقة أن يكفيها بيعا لآلام الشعب العربي، ولن يؤثروا علينا كثيرا. فقد نحن لدينا موسوعة في الفواجع والآلام ونعلمها جميعا، ولكن ليكونوا شرفاء مع شعبهم وليقوا شعبهم من الآلام. فالعرب الذين كانوا في عفرين، الذين أتوا من كافة المدن السورية نتيجة الحرب التي صارت، كانوا يأمنون على أنفسهم في عفرين، وهذه حقائق وستنشر الكثير من تلك الوثائق. العرب الذين جاءوا إلى القامشلي من كافة المدن السورية عاشوا بكل كرامة، فالذين سيكونون ضمن الجغرافيا الكردية سيتفاخرون وسيفخرون غدا على أقرانهم بأنهم كان الله معهم أكثر، ولأن الله أحبهم جعلهم في هذه البقعة الجغرافية. دكتور هذه دكتور لو سمحت، سؤال في نفس السياق. يعني ما راح أسألك عن مستقبل كرد سوريا ولا عن مستقبل عفرين، لكن المصائب اللي صارت بعفرين على أيدي ما يسمى المعارضة السورية أو الجيش الوطني السوري، ممكن بالمستقبل يعني نحن الكرد ككرد والعرب الموجودين في المناطق الكردية نتعايش بسلام طالما الأمر الفظيع اللي عم يصير بعفرين من تقطيع الأشجار ومن اغتصاب ومن تهجير الناس وأخذ بيوتهم؟ يا سيدي، هون الحقيقة أنا بدي أحكي نقطتين. النقطة الأولى سآتي على محور حديثك. كل من شارك بهذه العمليات التي تشبه أنفلة الشعب الكردي في عفرين حكما لن يكون له مكان في الجيرة والأخوة، وهو مجرم ويعرف نفسه أنه سيتعرض لمحاكمة وسيهرب مع المحتل الذي جلبه، وهذه حقيقة. ولذلك المحتل جلب أولئك المرتزقة الموجودين في تركيا ومن باقي النقاط التي تحتلها تركيا، من الغوطة، من إدلب، من ريف حلب، من ريف حماة، وهم يعلمون أنهم لن يبقوا في هذه الأرض، لذلك يتصرفون بقمة الندالة والحقارة واللا إنسانية. النقطة الثانية التي أحب أن أقولها في هذا السياق، البيكيكي كان له حق عندما كان يقول أنه سيوحد ويحرر كردستان بتواجده خارج كردستان الشمالية، ولكن عندما تخلى عن هذا الشعار هو فقد أي حق في تواجده خارج مكان كردستان الشمالية. ليس له. نحن في عفرين تعرضنا للاحتلال وقدمنا أكثر من 10,000 شهيد لأننا نطالب بحقنا كشعب كردي بانتمائنا الجغرافي والسياسي لكردستان، وكذلك في كردستان العراق وكردستان إيران. فإن كان هو تخلى عن كردستان، فكرة كردستان ليس له حق في التواجد. وهنا أحب أن أستغل منبركم لأدعو كل أعضاء الذين ما زالوا في البيكيكي حزب العمال الكردستاني من أكراد سوريا والعراق وإيران، إن بقي لديهم ذرة عقل يجب أن يعودوا إلى أوطانهم، وهناك نستطيع أن نستقبلهم ضمن البيشمركة
وأنا على عاتق الشخصي أكفل أن لن يحدث أي اعتداء على أحد منهم. فبقائهم بعد اليوم، بعد نبذ فكرة الدولة الكردستانية ووجود الأماكن الكردستانية من عفرين، سريكانية، جريل سبي، شنغال، كركوك وكردستان إيران محتلة، ووجودهم ضمن البي كي كي هو خيانة. إلى الآن لم يكن خيانة، ولكن بعد اليوم هو خيانة. فكل عفريني يبقى ضمن صفوف البي كي كي بعد هذا التاريخ أعتقد هو خائن لكردستان وخائن لعفرينيته وخائن لشعبه وخائن لقضيته، وهذا واقع أنا لا أخونه هكذا. هو وقع عقدا مع البي كي كي على مبدأ توحيد وتحرير كردستان. نعم. عندما رفض هذا المبدأ ينفى التوقيع ويجب أن يعود إلى وطنه. نعم دكتور، خلينا هيك ترتاح شوي صغيرة. سؤالي الأخير، حكاية علاقتك مع عائلة البرزاني ووجودك في كردستان ل5 سنوات وكنت طبيب العائلة مثل ما أعرف، يا ريت تحدثنا عن الحكاية، حكاية علاقتك مع عائلة البرزاني ونختتم في حلقة اليوم، وشكرا لك. الحقيقة عائلة البارزاني من العائلات الكردستانية الطيبة والجميلة، ويمكن أي شخص أن يتعرف عليهم. ولكن أنا وضعت استراتيجية عندما يئست من الأحزاب، من النشاط السياسي الحزبي. وضعت استراتيجية بإيصال أفكاري ومقترحاتي الاستراتيجية للمركز، وكانت أن وجدت بابا مع العائلة البارزانية. هي عائلة متواضعة جدا، وأعتقد أن كل شخص يحمل آلام وأحلام كردستان ولا يبحث عن الامتيازات والارتزاق سيكون له حظوة لدى العائلة البارزانية، وهذه حقيقة. وأنا عشت بينهم. الحقيقة أشخاص جدا رائعين وجدا متواضعين وكردستانيين بشكل مطلق، ولكن دائما لكل قاعدة شواذها. ولكن إلى الآن منطقة بارزان إذا أضعت $10,000 على جانب الطريق فستأتي خلفك الكثير من السيارات والمارة وكذا، ولن يلمس أحد تلك $10,000. فهنا في النرويج عندما أجد هذا الأمان أتذكر بارزان بجمالها. الحقيقة البارزانيين أشخاص متواضعون جدا وحريصون على القضية الكردية، وأنا آمل أن يفتحوا عقولهم وأبوابهم أكثر للإبداع الكردستاني. فهم يحيطون مشكلتهم، يحيطون أنفسهم بحاجز من المرتزقة، وأتمنى أن يتخلوا عن ذلك ويكونوا أقرب إلى المبدعين الكرد. أعتقد ينقصهم هذه النقطة، وهذه النقطة هي كانت سبب بعض المآسي التي حدثت لهم. الإبداع الكردي يجب أن يكون مقرب لديهم، لا الولاء. المبدع يجب أن يبحثوا عن الشخص المبدع الكردي. هذه هي ببساطة. ولكن أنت يمكنك أيضا أن تتعرف عليهم. قلت لك نقطة بسيطة، هي أن تكون مبدع وكردستاني ولا تبحث عن الارتزاق، فستصل إليهم قريبا. شكرا جزيلا دكتور، شكرا على كل ما حكيته. طبعا حقيقة كانت معلومات غزيرة وأفكار جميلة. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا أعزائي المشاهدين على استماعكم لنا خلال ساعتين تقريبا من الحديث مع الدكتور صلاح الدين حدو، وحكينا في جوانب عدة من جوانب أدبية وثقافية واجتماعية. أتشكركم كثيرا لمتابعتكم، وكمان أتشكر الأخ عناية ديكو اللي
هو وراء الستارة عم يتابعنا، بس ما كتب لنا أي سؤال من الأعزاء المشاهدين. على كل أتمنى كان حديث ممتع لكم، وشكرا جزيلا وتصبحوا على خير. شبيا وشاري شوتاري يا شوتاري دلال من abari adır kerdi zerrim şibiya ve şari Rinde çoli yakın sarımı berdo Şarirumun mirzımıstun o serdo Emir mi berdezeşta bela derdo Dice şari mir tari ya şevtari Rinde çoli yakın sarımı berdo Şarirumu mirzımıstun o serdo Emir mi berdezeşta bela derdo Dice şari mir tari ya şevtari Şevtari ya şevtari Delalemin abari adır kerdi zerimi şibiya ve şari şevtari ya şevtari delalemin abari adır kerdi zerimi şibiya ve şari Ve şarya semed mına bermena Çık asrımda o keder o peslena Esemed ye ya semed mehel yana Zerim şevtari ya şevtari Ve şarya semed mına bermena Çık asrında o keder o peslema Esemed ye ya semed mehel yana Zerim şevtari ya şevtari Şevtari ya şevtari Delalemin abari adır kerdi zerimi şibiya ve şari şevtari ya şevtari delalemin abari adır kerdi zerimi şibiya ve şari şevtari ya şevtari delalemin abari adır kerdi zerimi şibiya ve şari
شوتاری یا شوتاری دلالمın abari adır کرده زرimi